اكتشفت أن الأم تاعي دايرة علاقة مع ولد رجلها. أنا فرح 23 عام، فرح اللي عمرها ما شفت الفرح ولا داكزو. والأب تاعي توفى بمرض مزمن ربي رحمه، والماما عودت الزواج ودات إنسان متدين. وأنا كنت عايشة عند خوالي وجداتي، وقرر خالي في النهار من النهارات أنه يبدل الولاية، وقال لي الحل الوحيد اللي ديريه هو تمشي تسكني عند ماماك. ماما في الأول ما كانتش مقتنعة وقالت لي يا راح لي معاه، مي في التالي قالت لي جيبي قشك وروحي سكني معانا. شفت قشي ومشيت دخلت لأول مرة لدارها، ومع دخلت كانت دارها ما شاء الله، كانت كبيرة وزينة بزاف، عجبتني دارها بزاف. دخلت سلمت عليها، قعدنا نتبادلوا الهضرة. قلت لي يا روحي دوشي وبدلي قشك ورواحي نفطروا. دخلت دوشت ولبست ربا كحلة نعقل عليها، وخارجة طلقة شعري لأن واحد ما كان في الدار. خرجت من الهدوش طلعت عيني، شفت إنسان لابس ديبادور وشرط، مازال لحد الآن الصورة نتاعه في عينيا. كان شباب بزاف وشعرها مهود على وجهه ومبلع عين وحل عين. حتى شافني مسح عينيه، عاود شافني وسكان دار لي سكانير من تحت لفوق، وجاي يجري سلم عليا. قال لي يا انتي جيتي عندنا؟ انا بعدته. قال لي يا صافا؟ قلت له الحمد لله. جات ماما شاف فيها، قال لي هذه شكون؟ قلت له هذه بنتي. قال لي بنتك داتها عليك في الزينه. ماما شافت فيه وقالت له الله يسلمك، وهزتني من يدي ومشينا فطرنا حتى نجا عمي احمد راجل ماما، انسان بزاف ناس ملاح، رحب بيا وقال لي يا من اليوم ان شاء الله راكي تكوني بنتي، وانتي وهشام كيف في المعامله ان شاء الله. انا فرحت بزاف. اختاروا لي شومبرا وقال لي هذه اليوم قعدي قالوا لي اليوم باتي في الصالون، ومن غدوه نصبغوا لك هاد الشومبرا ونوجدوها لك. قلت لهم اوكي. نهار الاول فات في الصالون نورمال، انا ما نكذبش عليكم كنت خايفه، وماما تاني وصاتني قالت لي كي ترقدي بلعي الصالون من الداخل بالمفتاح. درت كيما قالت لي. نهار الزواج جاو الناس اللي صبغوا لي شومبرتي كامله غوص، وعجبتني بزاف حتى بديت نستفها. ونهار الزواج تاني رقدت في الصالون مع ريحه الصبيغه، ما حملتش. نهار الثالث قعدت نخدم في شومبرتي ونوجد، حتى جاني هشام قال لي نعاونك. قلت له كيما تبغي، وعاونني في الحق في الشومبرة كامله، عزلنا كاع القش واستفت فيها كامل قشي. حتى جات ماما لقيتها هي عاونني، قالت له سيبو غير روح انا نكمل معها الشغل. هو مشى وانا كملت انا وماما. نهار الرابع تلاقيت انا وستي هشام في الكوزينه، قاعد يشوف فيا. قال لي يا تعطيني نيميروك؟ قلت له نعطيك انستا. مركان انستا وكل واحد مشى في وجهه. ماما كانت موسوسه لينا. انا في الحق من اول النهار عشقته وهو تاني. ماما كانت موسوسه لينا وما كانش قاعد تخلينا نقعدوا مع بعضنا، وين ما تشوفنا قاعدين تجي تقعد معنا. وداك النهار حليت الانستا لقيته كتب لي صافا، كتبت له غايه وبدينا نهضروا، وتمينا على داك الحاله لمده شهر. انا بغيته وهو تاني بغاني. حتى واحد النهار شفت ماما ناضت خدمت روحها، ستيكات روحها على الاخر، تقول راهي ماشيه العرس. وهشام داك النهار ما حلش الانستا. انا ما فهمت والو. مشيت لماما قلت لها عمي احمد وراه. قلت لي عمك احمد اليوم ما يجيش. قلت لها علاه؟ قلت لي عنده خدمه اليوم ما يجيش. قلت لها اوكي. قلت لها ماما نجي نبات معك؟ قلت لي لا ما تباتيش معايا. قلت لها خليني نبات معك، عمي احمد ما راهش هنا منها انا نونسك. قلت لي راه على كبرك راكي تخافي. قلت لي ما تباتيش معايا، روحي شومبرتك. مشيت لشومبرتي وانا على نيتي. حليت الانستا لقيت هشام مبلع الانستا، ما فهمت والو. كنا شهر اونلاين عمره ما بلع، وكنا دائما في الليل نحكم مع بعضنا. وكان يعبر لي، كان يقول لي نبغيك، وكان يقول لي نجي النهار ونديك، وانا على نيتي. حتى ذاك النهار لقيته هو مبلع الانستا، ماما مزوقه روحها حسبه لك عروسه،
ما فهمت والو. عمي احمد ما كاشو، ما فهمت والو. حتى لحق 12 تاع الليل من سمعت الضحك. قلت بالك ماما راه مشى على التيلي. عاود قعدت نسمع، لقيت الضحك جاي من شنبرة ماما. لقيت نقدم بشوية، نقدم حتى حليت الباب. وكانت هادي تاني صدمة في حياتي من بعد الصدمة نتاع بابا كي توفى. لقيت ماما هي وولد رجلها في وضع مخل، ما فهمت والو. قعدت نرجف، مخي حبس، الدم نشف لي في ركبية، ما فهمت والو. مشيت لشنبرتي نجري وقفلت على روحي وبايت نخمم حتى الصباح عليا الصباح، وما عرفت ما ندير. صباح لبست خرجت. حاجة الأولى اللي درتها في مخي هي نشري صاروخ. شريت حبة كليتها وفدك نهار نورمال. نهار زاوج تاني تليت نفكر في نفس الموضوع، عاد مشيت شريت حبة وكليتها. واستمريت على هاد الحالة حتى وليت في الإدمان. وليت كل يوم إلا ما كليتهاش راسي وجعني. حتى واحد نهار فاق لي هشام باللي راني ناكل. هو ماشي هو اللي فاق لي، انا بعثته قلت له روح شري لي. قال لي كيفاه؟ قلت له راح عندي بزاف وانا راني ناكلها. هو عجبه الحال ومشى شرى لي وتعود على هاد الحاجه. وحتى ما يكونش عندي الدراهم يشري لي هو من عنده. ومن الادمان دخلنا في حاجه واحده اخرى حتى ولا يجيبت عندي في الشامبرا. استمرينا على هاد الحاله حتى واحد النهار ما كانش عندنا الدراهم، لا انا لا هو. وين قلت لماما عطيني الدراهم، قالت لي واش راكي باديري بيه؟ قلت لهم با نشري الحلوى. ماما ضربتني بكف، قالت لي كيف هاد الحلوى؟ قلت ليها هذا كامل بسبابك. كانوا عينيا حمر، شعري حاله، كلش فيا حاله. قلت لها كامل هذا بسبابك. قالت لي كيفاش؟ قلت لها سمعي، ما تشري ليش اللي قلت لك نقول على عمي احمد النهار الفلاني اللي شتك انتي وولده. ماما ضربتني، كتلتني بالضرب، بلعت عليا في الشمبرة تاعي. استمريت على هاد الحالة 3 ايام تجي تقيس لي كي الكلبة الماكلة وتخرج. 3 ايام وانا بلا الكاشيات اللي والفتهم. حتى نهار الثالث ما قديتش، دخلت عليا لقيتني طايحة في الارض. هزتني وداتني للسبيطار انا وهشام حبيب القلب. هزتني وداتني للسبيطار. في الحقيقة البنات انا كنت نموت عليه. مام هو كان يبغيني، لولا ديك الحادثة اللي صرات كنا رحنا مع بعض. مين الله غالب. استمريت على ديك الحالة، قعدت في الطبيب حتى جات ماما قالت لي شكون باه. قلت لها كيفاه؟ قالت لي قلت لك شكون باه. وقعد صقي وتضربني فوق سرير تاع السبيطار. انا ما فهمت والو. حتى قالت لي سمعي واش دير روحك يومين وندير لك العرس، انا ما تقعدش عندي وحده خامجه كيفك. وقالت لي تجبدي حاجه لعمك احمد من الشي اللي شفتيه عينيك نقلعهم لك. فاتت سيمانه وجبت لي واحد عنده 48 عام. قالت لي هذا راجلك دخلي شوفيه. داروا الخطبه، دخلت شفته، قلت له راك عارف واش راه كاين؟ قال لي راني عارف وراني قابل. انا تشوكيت، قلت له كيفاش تقبل؟ انا راني واحله. قال لي قلت لك راني قابل. انا ما فهمتش لحد الان على قبل. هو عنده 48 عام، هو انسان بزاف ناس ملاح. ذنبه الوحيد انه ما تزوجش وعايش هو وامه وباه كبار في العمر، امه في الكرسي المتحرك. كان بايدرني خدامه عند امه. مشيت لهشام هضرت معه، قلت له هذا ولدك علاه ما تجيش نتزوجه؟ قال لي انا ما نتزوجش واحده خامجه كيفك. قلت له الا ما تزوجتنيش نفضح الحاجه اللي كاينه بينك وبين ماما. قال لي التاليه الاولى اللي فضحتيها هذيك امك وهذيك انتي، والله يسهل عليكم. ديجا انا مانيش ناوي نقعد في البلاد. انا ما فهمت والو. قلت الحل الوحيد هي نتزوج بهذاك الانسان ونسكت، منها نستر ومنها نخرج من هاد الدار اللي راني عايشه فيها. فاتو ايامات ورحت كيف كاع البنات، لابسه الابيض. مي رحت جدت هذا مكان، ما فرحت، ما تبسمت، ما والو. خرجت مصدومه
من الحالة اللي وليت فيها بسبب الأم تاعي. مشيت لعند راجلي، استقبلني واستقبلتني موهوبة، وكانوا ناس ملاح، والأب والأم تاع راجلي ما كانش على بالهم بالاسطوار اللي كاينه، غير ماما خبرت الراجل اللي كان باغيني وقلت له نعطيك كلبة تزوج بيها تخدم لك امك وباك، هذا ما كان. وهو وافق، ما على باليش كيفاش وافق، وراني خايفة تكون كاينة من قبل علاقة بينه وبين امه. المرة اللي درت علاقة مع ولد رجلها نورمال تجي دير علاقة مع رجل بنتها. فاتت لي حتى نجابوا لي خبارها، قال لي يا عمي احمد كان مسافر كيما مداري، هو كان يخدم ومن داك كان يبعثوه ميسيو. قال لي كان مسافر كيما مالف، وواحد النهار تلغات الرحلة نتاعه وقرر يولي للدار، ومع حل الباب لقى ولده راقد مع مرته، وتما تبدي حكاية جديدة وانقبضتها سكتة قلبية. على كل هو كان إنسان سكر وما يستاهلش، ما على باليش حتى كيفاش طاح مع واحدة خامجة كيما ماما. وبعد ما فاتت الوفاة ولده باع ديك الدار اللي كانوا فيها وحرق، وماما ولت لدار جدي الأولى وسكنت فيها. على كل هذه هي أمر قصة عشتها في حياتي. بعد أيامات أنا ولدت بنت شابة بزاف اللي ربي عوضني بيها على داك الخسارة اللي خسرتها في حياتي. ضيعت حياتي على حب مزيف وماكلة الدواء. من بعد أنا جبت بنت شابة بزاف تشبه لهشام في ضحكته، في وقفته، في كلش. أنا بغيت نقدم نصيحة لكاع البنات اللي راهو يسمعوني، نقول لهم بالكم من حاجة سميتها الدواء، وتاني حاجة سميتها حب. الحب اللي يدي الهاوية ما عندك ما ديري فيه اختي. انا كنت متمنية كيف كاع البنات نروح الانسان نبغيه ويبغيني ونعيش في السعادة، مي ربي ما كتبش. من هذا المنبر نقول لما ما نسمح لك لا دنيا ولا اخرة، انت اللي ضيعتي لي حياتي. وان شاء الله تكونوا ملاح ودعوا معايا ربي يغفر لي على كاع داك الشيء اللي درته. الوغ هذه هي اللي عندك قصة بيحكيها لي يجيني بريفي وابوني باش يوصلك الجديد، وخلنا تعليق قلنا واش رايكم في القصص اللي راني نحطهم.